بيرقص لحبيبته عشان توافق تتجوزه. اللي قدامك ده هو بيرد اوف بارادايس او طائر الجنة. الطائر ده عشان يجذب انتباه الأنثى بيعمل استعراض راقص قدامها. أولا بينحني، بعد كده عينه الزرقاء بتتحول لأصفر، ويفضل يرقص 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 لحد ما ينول الرضا. خد بالك هو بيعمل الرقصة دي بعد ما يكون نظف الساحة اللي هو بيرقص فيها. برضه الأنثى مسيطرة. خليني أقولك إن بيرد اوف بارادايس أو طائر الجنة ده ليه 45 نوع، أشكالهم مختلفة وكلهم بيرقصوا رقصات مختلفة عشان الأنثى ترضى تتجوزه. وده مش نوع الطيور الوحيد اللي بيحاول يبهر الأنثى بحركاته. عندك مثلا ريد كابد ماناكين، منافس مايكل جاكسون الأول. الطائر ده لما بيشوف أنثى بيستحضر روح الفنان اللي جواه ويبتدي يعمل المون ووك على فرع الشجرة. كل ده بس عشان يجذب الأنثى. وعندك كمان الرايفل بيرد، بيفرد جناحاته ويرجع رقبته لورا عشان اللون الأزرق اللي في رقبته يبان، ويفضل يرقص يرقص ويحرك رقبته يمين وشمال قدام الأنثى لحد ما توافق على الجواز. وعندك كمان هامين بيرد أو طائر الطنان. الطائر ده بيفضل ثابت في الهواء ويحرك جسمه يمين وشمال يمين وشمال، وبعد كده بيستعرض الجزء الموف اللي حوالين رقبته. وعايزه اقول لك عشان يقف في الهواء الوقفه اللي انت شايفها دي بيبذل مجهود كبير جدا، بس كله لاجل عيون الانثى. يا رب بعد كل ده بس ترضى. ومن الطيور اللي رقصتها غريبه بالنسبه لي هي الكلاركس جريبس. في الاول بيبتدي الذكر انه يعكس كل حركات الانثى، ولو الانثى ابتدت ان هي توافق عليه هوبا بينطوا الاثنين ويمشوا على الميه زي ما انت شايف كده. والاغرب منها هي الجاكسون ويلو بيرد. الذكر بيكون لونه اسود والانثى بتبقى لونها بني. لو مجموعه من الذكور لقت انثى بتبتدي انها تنط 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 تنط، واعلى ذكر بينط هو ده اللي بيبقى واقع للاختيار وبيتجوز الانثى. في كل الطيور اللي فاتت دي لاحظت حاجه، في الغالبيه العظمى من الطيور الذكر بيكون احلى بمراحل كتير جدا من الانثى، وده لان في الغالبيه العظمى من الانواع الانثى هي اللي بتختار شريك حياتها. وده طبعا بيكون على مدى جاذبيه الذكر، الوانه الحلوه وحركاته اللي بتبهر الانثى. حته ابهار الذكور للانثى تعتبر فطره في الطيور والحيوانات، يعني دايما الذكر هو اللي بيتودد للانثى. وهنروح بعيد ليه؟ ما عندك احنا كبشر مثلا، الراجل لو عجبته بنت بيبتدي ان هو يعمل حركات كتير قوي عشان يبهرها ويجذب انتباهها ويخطف قلبها. وكل راجل وليه طريقه. ركزي بقى معايا في اللي جاي. عندك الراجل الطاووس بيلبس احدث براندات، ريحته دايما مفحفحه بسم الله ما شاء الله شبه الفواحه، بس البرفان بتاعه تحفه. راكب عربيه احدث موديل، لابس اجمد ساعه. ده غير دايما هو قاعد قدامك بيتباهى باصله ونسبه والفيلا بتاعت مراسي. ده غير سفرياته الكتير لكل انحاء العالم اللي شاف فيها اجمل بنات. نيجي بقى لتاني نوع من الرجاله، هو النوع المحن والكهنه، وده بقى اللي بيدلدق حنيه، عواطفه ومشاعره فياضه، بيجيب لك هدايا كتير بمناسبه ومن غير مناسبه، ودايما هتلاقي منه مسجات على الواتساب: اكلتي، نزلتي، روحتي، عملتي ايه في يومك النهارده، اتغطي كويس وانت نايمه عشان الجو برد، ملزق كده في نفسه. عندك بقى النوع السايلنت، ما بيفتحش بقه، ما قالش اي حاجه، بس في نفس الوقت كل حركاته الجسديه بتقول ان هو بيموت فيكي. يعني مثلا هتشوفي ده في لغه جسده، عينه اللي بتلمع اول ما بيشوفك، ده غير الابتسامه اللي بتبقى من ودن لودن اول ما بتخش في مكان هو قاعد فيه. بس هو قالك حاجه؟ لا. وعدك يا بنت الحلال بحاجه؟ لا. طب هو اصلا بيحبك؟ ما نعرفش. او الحيره اللي انت فيها دي نوع من انواع جذب انتباه الانثى. واخر نوع معانا هو النوع العاقل، ده اللي بيبذل اقصى مجهود عنده عشان ينجح العلاقه ويريح الانثى، وده تلاقيه في الجنه. بقول لك ايه، مش مهم ان كنت طائر بيستعرض ريشه والوانه الحلوه، ولا بني ادم بيعمل حركات غريبه عشان يلفت ويجذب انتباه الانثى. المهم ان في الرقصه اللي انت بتعملها ان انت تكون على طبيعتك. وبيني وبينك كده يعني نصيحه صغيره، مفيش انثى بتختار واحد بيرقص وهو مش عارف هو بيعمل ايه.